مساء الخير للجميع. اليوم الجمعة 13 جونفي 2023. قبل حوالي ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للمحليين المعروفة باسم الشان، التي ستجمع المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة. هذا الملعب الذي تم تدشينه يوم أمس من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبحضور رئيس الفيفا إضافة إلى شخصيات كبيرة. هذا الملعب الذي يعد صرح رياضي كبير تم تشييده من طرف الدولة الجزائرية تحسبا لهذا الحدث ولأحداث إن شاء الله قادمة ومقبلة. كأس إفريقيا للمحليين المعروفة باسم الشان تعرف مشاركة 17 فريق بعد انسحاب دولة المغرب من الحضور. كان من المرتقب وصولها صباح اليوم إلى مطار قسنطينة، أين تم تجهيز كل الظروف بما فيها الحافلة التي ستقل الفريق إلى الفندق، لكن المنتخب المغربي انسحب في آخر لحظة، علما أن الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر منذ أكثر سنة ونصف بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. وعلى الرغم من الاقتراحات التي كانت من وسطاء في الكاف بتغيير المسار الجوي لهذا المنتخب أو الدخول عبر طائرة أخرى، إلا أن المسؤول عن الجامعة المغربية لكرة القدم لقجع حاول بكل الطرق الضغط على الجزائر بالدخول إلى أراضيها برحلة مباشرة من الرباط إلى الجزائر، وهو ما لم تسمح به الدولة الجزائرية، باعتبار أن هذه الخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها والحدود مغلقة ولا يمكن فتح المجال الجوي أمام أي طائرة مغربية. إذن كأس إفريقيا للمحليين ستعرف مشاركة 17 فريق موزعين عبر 4 مجموعات، بكل من العاصمة بملعب نيلسون مانديلا، قسنطينة بملعب شهيد حملاوي، عنابة بملعب 19 ماي، وأخيرا الباهية وهران في ملعب ميلود هدفي الذي احتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شهر جوان الماضي. هذه الطبعة السابعة تعرف مشاركة لألمع المنتخبات الإفريقية على المستوى المحلي، منها المنتخب الجزائري منظم الدورة، المنتخب الغاني، منتخب كوت ديفوار، إضافة إلى المنتخب الليبي. وبعد انسحاب حامل اللقب المنتخب المغربي، أكيد أن الصراع والتنافس سيكون كبير لإحراز اللقب. المنتخب الجزائري باعتبار صاحب الأرض والجمهور يبقى المرشح الفعلي والمرشح رقم 1 نظرا لتركيب البشرية التي جاء بها المدرب بوقرة لنيل هذه الكأس الإفريقية. التنظيم احترافي، التغطية إعلامية واسعة جدا من 66 دولة، أكثر من 2000 صحفي تم اعتماده. التذاكر تقريبا بيعت بمختلف المدن الجزائرية الأربعة بأكثر من 80% لغاية المباراة النهائية يوم 4 فبراير المقبل. أجواء حماسية كبيرة يعيشها الشارع الرياضي، حماس كبير من مختلف أنصار الفرق الجزائرية بهذا الحدث، روح رياضية كبيرة، تنافس أكيد سيكون كبير. الدولة الجزائرية سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية ليكون هذا الحدث في مستوى سمعة الجزائر، خاصة وأن الجزائر لم تحتضن مثل هذه الدورات منذ 1990، وهي آخر كأس إفريقية نظمتها الجزائر وفاز بها رفقاء ماجر آنذاك تحت قيادة المدرب الراحل عبد الحميد كرمالي. بخصوص المكتب التنفيذي للكاف، اجتمع يوم أمس بفندق شيراتون بقيادة رئيسه موتسيبي وبحضور كل أعضائه التنفيذيين، كما كان لقاء مع 54 رئيس اتحاد إفريقي. تم مناقشة مختلف النقاط التي ستطور الكرة الإفريقية، إضافة إلى مستقبل هذه الشان وكذا مستقبل الكان، باعتبار الجزائر مرشحة وقدمت ملف رسمي لتنظيم كان 2025 وهو ما سيتم الفصل فيه مستقبلا. الجزائر وفرت كل الظروف وجعلت من هذه الشان التي ستنطلق اليوم بعد ساعة ونصف بملعب نيلسون مانديلا ستجمع بين رفقاء بالخيثر في المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي، جعلت منها محطة لتحضير ما هو قادم. الجزائر سترمي بكل ثقله لتنظيم كان 2025 ولما لا أحداث أخرى رياضية. الجزائر اليوم لها بناء تحتية كبيرة تتوفر على ملاعب بمقاييس أوروبية، سيتم تشييد ملاعب أخرى في المستقبل القريب حسب تصريحات المسؤولين الجزائريين. اليوم الجزائر رياضيا في المستوى تنظم أحداث كبيرة بتنظيم احترافي كبير وبتغطية إعلامية كبيرة وكبيرة جدا. هذا الحدث سيكون الأبرز خلال هذه الأيام هنا بالجزائر، الكل مركز على إنجاحه. الجزائر بحكومة وشعبا تؤكد أنها قادرة على تنظيم ما أكثر. اليوم الجزائر تعيش هذا الحدث بحماس كبير وفرحة كبيرة، خاصة أن الملاعب الجديدة التي تم تشييدها في زمن قياسي وفي وقت قصير بتضافر كل الجهود وتحت إشراف وزارة السكن الجزائرية بأمر من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كل هذا من أجل أن يبقى
يبقى اسم الجزائر عاليا، ولنؤكد للجميع أن الجزائر قادرة وقادرة على أن تنظم الأحداث الكبيرة. نأمل أن نشاهد مباريات في المستوى، وأن يتنقل الجمهور بقوة، وهو الذي ينتظر هذه المباريات بشغف. إذا المباراة الافتتاحية ستكون بعد أقل من ساعة ونصف من الآن بالعاصمة التي تعيش أجواء كبيرة وكبيرة جدا، وانسحاب المنتخب المغربي لن يؤثر إطلاقا على نجاح هذه الدورة، باعتبار 17 منتخب متواجد هنا في الجزائر وجدوا كل سبل الراحة، كل الترحاب من طرف الشعب الجزائري والمسؤولين، وهو ما أكدوا عليه في مختلف تصريحاتهم. مسؤولين الكاف والفيفا أكدوا أنهم انبهروا بجمال الجزائر وبما تحوزه من مركبات رياضية وملاعب جديدة، كل هذا لتكون الجزائر حاضرة اليوم، ولتؤكد للكاف والفيفا أنها وقادرة على تنظيم أحداث عالمية أكثر من هذه. إذا كان معكم الإعلامي حمزة حناشي، أكثر تفاصيل ستكون في الساعات القليلة المقبلة. إلى اللقاء.